السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ الفيديو ده هيبقى فيديو خفيف كده، دردشة بسيطة عن اهم وقت في حياتك وهو سن ال30. السن اللي المفروض بيكون فيه خلاص شكلت حياتك وطريقك هيمشي ازاي. بس انا هتكلم عن نفسي معاكم ونفكر كده بصوت عالي واخد رأيكم برضو في الموضوع. ويا ريت لو تعمل لايك جميل كده واشتراك في القناة لو عجبك المحتوى بتاعي، ونكمل دردشة. انا اول ما وصلت ال30 كان جوايا سؤال يعني تقريبا بيعكنن عليا في كل خطوه في حياتي. هو انا اتاخرت؟ هو انا المفروض ابقى في مكان معين دلوقتي وانا اتاخرت؟ او المفروض كنت انجز في حاجه معينه او انا لسه ما عملتهاش لحد دلوقتي؟ ببص حواليا الاقي ناس لسه عندهم 25 سنه ومسكوا مناصب، وناس بيكلموا عن استثمارات وشقق في دبي، وانا يعني لسه ما عنديش ده كله، يعني مع اني شغال في الخليج. انا ليه بقى لسه ببدأ يومي في اتوبيس الشغل وفي اخر اليوم بقعد بفكر في اسئله ملهاش اجابات وبفتش في السنين اللي فاتت؟ يا ترى انا ماشي بقى صح ولا لا؟ كنت ساعتها بقى بقول اني هبقى في حته تانية كمان 5 سنين، والحمد لله حققت كتير من تمنيتي، يعني طبعا الحمد لله. اللي بعد بقى ال30 مش سن النضج، ده سن اللي هو ايه، اللي انت مش فاهم حاجه، يعني انا تحت البدله الشيك، اللي انت لسه جواك فاضي بس انت لابس شيك من بره. السن اللي فيه مثلا تبدا تعرف كويس الفرق بين النجاح الحقيقي والمنظر بس. السن بقى اللي انت ممكن تبطل فيه تقول انا عايز اعمل حاجات كتير، وتبدا تقول انا عايز اعمل الحاجه الصح. نضج بقى، وبقيت بقى بروفيشنال وكده. بس قبل ما توصل للحاجه الصح لازم تمر بالوجع كله. كل مشهد بقى من سنين شغل بقى فيها انت اشتغلت اكتر من اللازم، وكل لحظة ترقية راحت عليك مثلا وراحت لحد تاني ما يستحقهاش، وكل تقييم ظالم ليك في الشغل، وكل مشروع انت اتهريت فيه وتعبت فيه واتنسب لغيرك، وكل حد بقى تصدق عني بقى فكرة انا نفسي مش مقتنع بيها. الواقع الحقيقي انك تبقى عندك القدرة، بس انت ما اشتغلتش بالخريطة الصح، او انت ما اخترتش الطريق الصح اللي انت عايز تمشي فيه. بس انت قادر تمشي وقادر تعمل نجاحات وقادر تحقق اللي انت عايزه. فتلاقي نفسك صرفت سنين في انك بتبني حاجات الناس تشوفها مبهرة بس هي مش حقيقية، يعني شوية ايه، شو على الفاضي كده زي ما بيقولوا، شوية بوستات تاني، شوية شغل على العناوين. نسيت تبني نفسك بقى، النسخة اللي مش بتتهز لما الشركة تتقفل. اللي انت ايه، انت بنيت نفسك كويس، انت مهما الدنيا تأثر فيك او تحبطك او تيجي عليك، لا انت قوي، انت قوي من جوه، انت باني نفسك صح. فعشان كده انت المفروض توصل للمرحلة دي. تمام. النسخة بقى اللي هي ايه، اللي انت مش بتتأثر من مدير بيحاول يقلل منك مثلا، اللي مش بتلخبطها مقارنة مثلا على لينكد ان. انت مثلا بتخش على لينكد ان بتلاقي ايه؟ بتلاقي حاجات تحبطك بصراحة، بتلاقي بروفايل ناس حاجات يعني انت تحس انت بعيد قوي، يعني سابقينك بسنين ضوئية. اللي هو اللي بعد ال30 لو انت ما فهمتش المعادلة صح، المعادلة هتدوسك لو انت ما فهمتهاش صح. الناس مش هتستناك، مش هتفكر بيك ايه كتير. الشركات مش هتديك فرصة لانك شقيت. انت لو ما عملتش حساب لكل خطوه انت هتعملها، كل ده انت هتحاسب عليه بنفسك، محدش هيحاسب عليها غيرك. بس لو فهمت بقى ومركز، لو انت عايز شخص بروفيشنال قوي، ده السن اللي انت هتبدا فيه الرحله الصح، اللي هو بعد ال30. ايوه، الرحله اللي انت بتبني فيها خطه ب3 محاور. انا عايز ابقى بقى مين، لازم اشتغل على ايه، اعمل ايه السنه دي علشان اوصل. اول حاجه لازم تعملها انك تعمل كشف حساب. تكتب، ما تفكرش عشان ما تنساش، تكتب ايه اللي نجح وايه اللي ما نجحش، اللي انت عملته واللي ما مشيش معاك وانت فاكر ان هو كان هينجح معاك لو انت فكرت فيه وما نجحش، اللي كان مثلا بيموتك من جوه وتبص على نفسك كمشروع. هو مشروع يعني عطلان شويه دلوقتي، لكن البوزيشن بتاعه غلط، لازم ياخد وضعه. فاهم؟ مشروع مثلا امكانياته اعلى من المساحه اللي شغال فيها. يمكن انت شاطر ومثلا والكورس بتاعك صغير عليك، ممكن مثلا الشركة كلها مش كفاية، والوقت المناسب مثلا دلوقتي انك تقدم خدماتك كاستشاري في مجالك انت شايف نفسك طب فيه مثلا او مدرب فيه، او حتى مثلا تفتح شركة صغيرة في تخصصك. مين عالم بكرة هتبقى فين يعني؟ تبدأ بقى تقول ايه بقى القيمة اللي انا ممكن اقدمها بجد، تعمل مثلا منها فلوس كتير اكتر من مرتبك. فكر كده يعني، فاهم؟ انا مثلا هل انا اقدر احل مشكلة في السوق؟ هل اعرف مثلا اعمل لها تسعيره واقدم الحل؟ هل انا مثلا قدرت او اقدر اعلم غيري، حتى لو مثلا بدات ببوستات يعني صغيره على السوشيال ميديا، اتاكد من قدرتي على الشرح، الناس بتستوعب الكلام ولا لا؟ هل انا ليا مثلا بصمات مختلفه عن اي حد في مجالي؟ شكلها ايه وهسوق لها ازاي؟ لو لقيت نفسك مش لاقي اجابه، يبقى لازم بقى تختصر الموضوع تخصص، يعني من جديد. لازم تشوف بقى ايه تخصص من جديد انت هتقدر إيه تنجز فيه وتبدع فيه.
مش لازم تكمل في نفس السكه بقى اللي انت شايف فيها، اللي انت كنت دايما شايف ان هي صح بس طلعت في الاخر مش صح. انت بني ادم يعني، فاهم؟ مش شقه قانون قديم يعني، انت لسه مش شجره. انت ممكن تجدد من نفسك وتجدد دوافعك. ولو حسيت انك محتاج تعيد التوجيه، اقعد مع كارير كوتش عادي، مش عيب. و... ولو ما تعرفش حد شاطر، خليني انا اشرح لك. افتح بقى لينكد ان، شوف السوق رايح فين، شوف المهارات المطلوبه، شوف مين اللي متشاف ليه مش متشاف، او ليه حتى ده اللي متشاف ده ليه متشاف. وابدا بقى تشتغل على نفسك بايه؟ بالداتا، يعني مجمعها من كل الشاطرين عشان تكون اشطر منهم. الخطوه التانيه بقى تبني بروفايل يعبر عنك، يعبر عن نفسك، مش عن السنين بقى اللي فاتت. البروفايل لينكد ان ايه؟ هو سلاحك. كل جمله فيه تقول انا مين، انا بضيف ايه، انا بشتغل ازاي. والاحسن بقى خليك ايه؟ فريق مثلا احترافي يعمله لك، هو مثلا ايه؟ سيرتك الذاتيه، فاهم؟ بطريقه احترافيه، تعمل سيره ذاتيه بطريقه احترافيه تفتح لك ابواب وفرص انت ما تتخيلهاش. بس انت قول انك مهتم مثلا، وانت لازم تعملها يعني. قول انت مهتم في نفسك ان انت لازم تعمل الموضوع ده وهتعمله. ابدا مثلا تكتب محتوى يحكي تجربتك، يبين انك فاهم متطور، بتفيد. ولو محتاج مثلا بدايه مختصره، اشترك مثلا في لينكد ان بريميوم. هيكلفك حبه بس هيفرق كتير، مش علشان الريتش بس ولا حاجه، لا، عشان هتاخد كورسات بشهادات مجانا من لينكد ان كمان. لينكد ان بيعمل كورسات وحاجات بشهادات مجانيه لو انت اشتركت ايه في لينكد ان ده، لينكد ان بريميوم. لكن كمان علشان تعرف مثلا كمان تبدا تتكلم مع اصحاب القرار، تبعت للي في السوق الصح وتبقى قدامهم مش وراهم. هيخليك كل يعني كل ده، كل تعبك ده يبان، كل شغلك يبان، وكل مجهودك يتشاف. تسرع انت الريتم يعني، ما تستناش حاجه تجيلك. الخطوه الثالثه بقى ايه؟ تعمل ايه؟ شبكه علاقات صح، تتكلم، تشارك، تظهر، تسال، تعمل اسئله، تعمل اجوبه، تعرض مساعدات في لينكد ان. هيبين لك كريدت، هيسندك وينقلك من مكان لمكان. لان بعد ال 30 العلاقات اهم من الشهادات على فكره. الشهادات خلاص بتتركن على جنب، وبعد ال 30 هي العلاقات اهم حاجه، لان الشهاده مش هتعرف تعمل بيها حاجه وانت مش عارف توصلها لصناع القرار. رابع حاجه، تبدا بقى تبيع نفسك باحتراف. تسوق لنفسك يعني، تدخل اي انترفيو مش علشان يختاروك، لكن علشان تشوف لو ده المكان اللي يستحقك ولا لا. تبطل بقى تقبل باقل من اللي تستحقه، وتبقى واعي بقيمتك يعني. انت حاسس بقيمتك كويس بعد خبرتك الطويله في مجالك. اخيرا بقى تبدا تبني صبرك من تاني، لان اللي هيجي بعد الخطه دي محتاج نفس طويل واستمراريه وتركيز. بس الفرق انك المره دي ماشي في سكه انت مختارها. ال 30 مش نهايه على فكره، ال 30 هو اول فرصه تعيش بوعي وخبره، وكل لحظه بعدها هي استثمار او استنزاف. واللي بيخطط في ال 30 بيكسب الباقي من عمره، اما اللي ما بيخططش ما بيوصلش لحاجه. ده كان فيديو كده خفيف سريع، دردشة بسيطة معاكم. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.